وهلا يا غوالي قربوا لي لهون وشوفوا لي على هالبيتزاية. بسم الله ما شاء الله. شوفوا بسم الله 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 الله. اول شيء بدنا كاستين. انا ما رح كبر العجين اليوم. وكيلكم يا غوالي كاستين طحين ما بيأدوا، يعني عم نسوي بيتزا خلينا نكترهم شوي. بدنا نجيب الطحين ونحط كاسة ثالثة بيكون افضل. هلا ما بقي الا القليل يا غوالي. اول شيء عندي هون معلقة ونص سكر، وعندي هون كمان معلقة كبيرة من الخميرة، وكمان بدنا رشة ملح يا غوالي، واخر شيء بدنا نضيفه نص معلقة كبيرة من البيكنج باودر. هلا بنقلبهم مع بعض كتير منيح بهذا الشكل. بالنسبة للسوائل أنا عندي هون 3/4 الكاسة مي دافية. ليش مي دافية؟ لأنه فيها خميرة. الخميرة بدها مي دافية عشان تحسن تتخمر. بدي أضيف المي تدريجي بهذا الشكل، وببدأ أقلب لحتى أوصل لقوام العجين اللي أنا بدي إياه. ساعتها بسرعة بوقف إضافة مي. المي بنضيفها تدريجيا. هلا مثل ما انتم شايفين يا غوالي لمت معي العجينة بهذا الشكل. طبعا أخذت كاسة وربع من المي، بطالعها على سطح نظيف وبنبدأ ندعك فيها. هون مرحلة جدا مهمة، بدنا نحرك الجلوتين جوات الطحين. لازم ندعكها اقل شيء 5 ل 10 دقائق يا غوالي. كل ما دعكتوها اكثر كل ما كانت افضل وافضل. العجينه مثل ما بتطلعوا عليها بتلاقوها لساتها خشنه. مثل ما بدنا معلقه ونص من الزيت يا غوالي، هي انسب شيء للعجينه مشان تنعمها. هلا بنبدا ندعكها مره ثانيه بالزيت مشان تنعم معنا على المضبوط. طبعا هلا يا غوالي قربوا لهون وشوفوا لي على هالعجينه. بسم الله ما شاء الله، عجينه نعمت تمام وطريه. هذا اهم شيء مثل ما انتم شايفين، وما بتلزق بالمره. هلا شو بنعمل؟ بنجيب الزبديه اللي عجناها فيها، بنجيب زيت الزيتون، بدنا نحط هيك شوي مشان نتركها تختمر هون بهي الطاسه. هلا بنمسك العجينه هيك بنقلبها على زيت الزيتون هيك مشان تتغطى كثير منيح، وبنقلبها على وشها وبنغطيها وبنتركها شغله النص ساعه للساعه لحتى تختمر او يتضاعف حجمها. ما شاء الله. شوفوا بسم الله 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 الله. شايفين على مطة الجبنه؟ الله، هذا هو الشيء الخرافي الصح. شوف بسم الله ما شاء الله. وهلا شوفوا لي على هالمنظر. بسم الله ما شاء الله. انت ليش نازله لهون؟ انا ما عاد فيني استناكي. بسم الله يا كريم.